أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامجكم سايب أثر. في ناس بنقابلهم في حياتنا بيفضلوا محفورين جوانا، مش لأنهم كانوا أحسن حاجة حصلت لنا، لكن لأنهم علمونا درس عمرنا ما هننساه. الدرس اللي بيخلينا نفهم نفسنا أكتر، ونفهم قيمة مشاعرنا، ونعرف إن الحب مش دايما بيكون كفاية. تعالوا نشوف حكاية آية كانت شايفة إن حلم أحلامها اتحقق لما قابلته شخص بيحبها وبيضحكها وبيهتم بيها وبيقول لها كلام حلو يخليها تحس إنها أغلى إنسانة في الدنيا. ومع الوقت بدأت تشوف حاجات غريبة، اهتمامه بقى متقطع، كلامه بقى قليل، وبدأ يحسسها إن طلباتها كتير وإن مشاعرها عبء. آية كانت بتحاول تصلح، تتحمل، تدي فرص، لكن الحقيقة إن هو عمره ما كان شايف قيمتها بجد. كانت بتحبه من قلبها، لكن هو ما استحقش الحب ده. وفي يوم صحيت على إحساس إنها ضيعت وقتها ومشاعرها على حد معرفش يحافظ عليها. قررت تمشي، والمشي هنا كان أصعب وأشجع قرار ممكن حد ياخده في الموقف ده. أحيانا بنحب من قلبنا، لكن ده ما يمنعش إن الشخص التاني ما يستاهلش الحب ده معناه إننا مش وحشين أو غلطنا، بالعكس، ده معناه إننا حقيقيين وبنعرف نحب. المشكلة بتكون لما ندي مشاعرنا لشخص ما يعرفش قيمتها أو يستهتر بيها. لما نتمسك بحد ما يستاهلش، إحنا بنظلم نفسنا أكتر ما بنظلمه معانا. الحب مش بيكون كفاية لو ما فيش احترام وتقدير وأمان. ومش غلط إنك تقول أنا استحق الأحسن. اوعى تحس بالذنب عشان حبيت شخص ما يستاهلش. حبك مش غلط، هو اللي ما قدروش. وأكبر انتصار هو إنك تمشي من حاجة بتمحيك عشان تسيب مساحة لحاجة تبنيك. سؤال حلقتنا النهاردة: عمرك حبيت حد واكتشفت بعدين إنه ما يستاهلش مشاعرك؟ وعملت إيه وقتها؟ شاركوني في الكومنتات أو ابعتولي رسائل، عشان لما بنحكي بنعرف إننا مش لوحدنا. كنت معاكم أنا بسمة في سايب أثر، البرنامج اللي بيفكرنا إن كل حاجة بتحصل لنا بتسيب أثر. استنوني كل يوم سبت واثنين واربع الساعة 6 مساء على اليوتيوب، وخليكوا فاكرين سايب أثر قريب لقلبك. أشوفكم الحلقة الجاية.